يا مساء الفل على الجميع. انا بقيت لايف حلو. طيب. ده لايف مش متخطط له، وما ذاتس واي ما اعلنتش عنه قبلها. بس انا مؤمنه بالساينس جدا، فغالبا اللي هيقع في ايده هذا اللايف او هيحضروا، سواء هيحضروا في اللايف او في الريبلاي هيشوفوا بعد ما بيخلص، فهو ريدي ان هو يسمع الكلام ده دلوقتي و... او هي، يعني بما اننا على الجروب، هي ريدي انها تشوف نفسها هي انهي نوع من الثلاث انواع اللي انا طالعه اتكلم عنهم النهارده. when it comes to anger. انا شايفه في ناس واتشنج، انا بس عايزه اتاكد ان صوتي كويس عشان معيش السماعات، فقولوا لي بس في الكومنتس ان الدنيا تمام وانتوا سامعيني وصوتي واضح. فدي اول حاجه قبل ما ابتدي. اللايف ده صغنون. عايزه بس نتفق على حاجه سوا، الا وهي ان البني ادم ميكس. البني ادم كولكشن من الصفات، كولكشن من التريتس، كولكشن من المشاعر. فانا النهارده هتكلم عن جنب، او هوصف جنب معين. بس احنا كبشر احنا اكبر من كده بكتير، بس انا هفوكس على الحته اللي ليها علاقه بالانجر. فده اتفاق كده حبيت نحطه كده كساتل داون او كبيز قبل ما نبتدي اللايف سوا. النهارده انا طالعه اشارك معاكم 3 انواع الحقيقه من شغلي ومن خبرتي ومن تجربتي الانسانيه، حتى لقيت ان احنا ما بنطلعش براهم when it comes to anger. يعني دي ال3 طرق اللي الناس بتغضب بيهم. ف your homework ان انت تشوفي نفسك انت مين في دول. ما بنطلعش بره ال3، بس بنكون في كل جزء منهم، ممكن اكون في ده 10 out of 10. انا الاكستريم بتاعه ممكن اكون فيه 5 من 10، ممكن اكون فيه 8 من 10 على حسب. بس ال3 انواع دول احنا ما بنخرجش براهم. فطمنوني على الصوت يا جماعه للناس اللي واتشنج. ال3 انواع اللي انا هشاركهم النهارده، اول نوع فيهم هو اسمه السايلنت فولكانو، البركان الصامت. تاني نوع منهم هو الاكسبلوسيف ستورم، العاصفه المنفجره. وتالت نوع هو الاسيرتيف شيلد، الدرع الحازم. خلينا ناخد نوع نوع كده ونشوف الشخصيه دي بتبقى عامله ازاي، او بتتصرف ازاي، وشكل حياتها كده بيكون عامل ازاي. السايلنت فولكانو ده جميل قوي. دي شخصية ما بيكونش ليها طلبات، يعني ما بتطلبش. شخصية جدعة جدا، يعني دايما تلاقي الكاركتر دي واقفة معاكي في كل موقف، موجودة على طول. زي ما بيقولوا كده، بيوصفوها مهما حصل ما بتطلعش منها العيبة، لدرجة ان احنا نقف ونستغرب، هو في ناس كده؟ هو ده حقيقي؟ هو في حد كده يعني بلسم لهذه الدرجة يتحط على الجرح يطيب ومفيش منه، ما بيغضبش خالص؟ الشخص ده في العادي بيكون محبوب من ناس كتير. بس مين بقى الناس اللي الشخصية دي بتعمل لها اتراكشن او بتجذبها في حياتها؟ الشخصية دي ما بتجذبش علاقات سوية في حياتها. دايما تلاقي الشخصيات اللي حباها قوي هي الشخصيات اللي عارفة تستغلها قوي. يعني هي العلاقات دايما طرفين، فالطرف الجميل قوي اللي ملوش طلبات، اللي دايما بيعمل للناس اكتر، تلاقي دايما في حياته علاقات مستغلة كتير، علاقات مستغلة في الشغل، علاقات مستغلة في الصداقة، في الجواز. ففي حد مستفيد من هذه الطيبة المبالغ فيها، والطيبة دي بعد كده هنريديفايند بالشكل الصح. بس في حد مستفيد من وجود الشخصية دي، بالإتاحية دي، باللذاذة دي، بكل حاجة. فتلاقي الشخصية دي مثلا في الشغل ما تطلبش ريز، يعني ممكن تقعد زيادة ساعات زيادة، بس عمرها ما تطلب اوفر تايم. ما اتعلمتش ده. تشيل شغل زيادة. ما تقدرش تطلب بروموشن، ما تقدرش تطلب ترقية، انا عايزة اترقى، انا عايزة اكبر، ده مش اوبشن. ممكن احيانا كمان تلاقيها في الشغل مثلا، والناس اللي هم بيقعدوا يتنمروا على كل خلق الله دول وبيقعدوا يسفوا على كل حاجة، ممكن يسفوا على الشخصية دي او يتكلموا عنها، وتلاقي الشخصية دي بتشترك معاهم في الها ها ها وتسف معاهم على نفسها. بس ترجع في اليوم تقعد تعيط في البيت، ترجع اخر اليوم متضايقة جدا وغضبانة جدا ان هو ليه كده، هي الناس بتعاملني كده ليه. انا ما قدرتش اوقف ده، انا ما كنتش عايزه السف ده يفضل مستمر، بس انا ما قدرتش اوقفه، ما قدرتش اعترض، ما قدرتش اتكلم. الشخصيه دي كمان ممكن تلاقيها اختفت فجاه من حياتك. يعني هي كانت موجوده
وفجأة اختفت بدون مقدمات. يعني عادة العلاقات جراديوال، لكن الشخصية دي لأ، تلاقيها مش موجودة. أنا فكرة إن ما حدش بيطمني على الصوت دي قلقاني، بس أنا هستمر وربنا يستر. فالشخصية دي تلاقيها اختفت فجأة وانتي ما تفهميش ليه. بس الحقيقة بقى ان الشخص ده ما بيكونش اختفى فجأة، هو جوه عنده اسباب. هو الشخص ده بيبقى مراكم كمية مواقف. الناس بتستغرب هو انت ازاي شايل كل ده، او انت ازاي كل المواقف دي مأثرة فيك، لانه ما تعلمش او ما تعلمتش تعبر عن غضبها صح في اللحظة الصح. فهي شايلة ماشية وشايلة شنطة تقيلة جدا من المواقف اللي مضايقاها ومخليها غضبانة، عمرها ما عبرت عنها، بس وصلت لنقطة للقشة التي قسمت زهر البعير فانفجرت. ما انفجرتش، الشخصية ما بتنفجرش، الشخصية دي بتكوت، بتهرب. فمشت فجأة من حياتك وانتي مش عارفة هي مشت فجأة ليه. يعني انتي بالنسبة لك مفيش مبرر، دي اكيد مجنونة. بس الحقيقة ان هي عندها مبرراتها واسبابها وكمية التراكمات او المواقف اللي هي شالتها فخلتها تختفي. الناس دي ممكن يخشوا المستشفى فجأة برضه، وتلاقي الدكتور يكشف عليهم يقول لك انت فسيولوجيا زي الفل، انت ما عندكيش حاجه. شوفوا لها كده، هو في حاجه ضغطاها ولا في حاجه مضايقاها؟ اللي ما بيسمى دلوقتي بالسايكوسوماتكس ديس اوردرز، يعني الامراض النفس جسديه. هو انت بتبقى متضايق، انت بتبقى مضغوط، انت بتبقى غضبان من حاجه بس ما عبرتش عنها، فبيبتدي التعبير دوت يطلع على جسمك، يطلع ريسبونس من جسمك لانك ما قدرتش تطلعه بلسانك. فزي ما بيقولوا الناس دي بتاخد الغضب على جوه، ما بتطلعوش بره ابدا. دايما في الجلسات او حتى في انجل ميرور تلاقوا الشخصيات دي بتقول انا حاسه اني محبوسه، انا حاسه اني في قفص، انا حاسه اني مش عارفه اطلع بره الصوره دي. السبب في ده كله الشخصيه دي اتعودت تكون يس بيرسون، هي بتقول على كل حاجه، ما اتعلمتش تقول فكره لا. ولانها في الاساس لما بنيجي نخش بقى في الحته بتاعت الدرايفرز في انجل ميرور بنلاقي ان انا حاسه انه مش من حقي اصلا. انا محبوسه في حدوته وسرديه اسمها الجود جيرل ستوري، وان البنوته اللطيفه الكويسه هي البنوته اللي ولا بتعبر عن غضبها، اللي ما بيطلعلهاش حس، اللي ما بتطلبش. هي حاسه اصلا ديب انسايد هي مش من حقها تطلب. انا اقف مع الناس واستجدع معاهم بس انا ما مطلبش، انا ما اقولش فدي اول شخصيه. الشخصيه الاولانيه اللي بنلاقيها في الغضب هي السايلنت فولكينو. فلو في واحده سواء هنا واتشنج دلوقتي او بتشوفني في الريبلاي تقول لي لو لقيت نفسها في الشخصيه دي تكتب لنا كده في الكومنتس انا سايلنت فولكينو. تاني نوع عندنا اسمه الاكسبلوسيف ستورم. من اسمها ستورم، في حد بيقف قدام العاصفه؟ ما حدش يقدر يقف قدام العاصفه، كلنا بنختفي. لما العاصفه بتيجي بنستخبى. ليه؟ لان الشخصيه دي اللي بيتقال عليها بيبان على وشها قوي. اللي لما بتغضب مش بيبقى غضب، بيوصل لعنف. الغضب على طول، ما عنديش مراحل. الغضب ايكوال عنف، الغضب ايكوال تكسير، ايكوال صوت عالي، ايكوال زعيق. تلاقي دايما الشخصيه دي اكبر مشاكلها مع جوزها ممكن تبقى هي في حاجات كتير جدا كويسه، بس دايما في ايشو انا صوتي عالي مع جوزي. بتلاقي ده دايما الكومنت اللي عليها، صوتك عالي. هنتكلم هي ليه صوتها عالي قدام شويه. بس زي ما قلت الشخصيه دي الغضب بالنسبه لها على طول بيروح للاجريشن. يعني احنا مش في الانجر، احنا في الاجريشن، احنا على طول في الاكستريم. عادة الشخصية دي ممكن تلاقوها شاطرة جدا جدا في شغلها. يعني شخص مش هقول ناجح، هو شخص شاطر في شغله، تكنيكالي بيعرف يعمل شغله كويس قوي، بس الناس بتنفر منه او الناس بتبعد منه، بتبعد عنه. اللي بيعرف يقرب منه هو اللي على نفس المستوى بتاعه. يعني هو اللي زي ما بيقولوا كده صريح قوي لدرجة توصل للدبش احيانا، فتلاقيهم هما الاثنين عارفين يكومينيكيت مع بعض وعارفين يمشوا مع بعض. بس الناس العادية غالبا بتنفر من الشخصية دي. بتلاقي دايما الشخصيه دي في بيتها، في بيت المنشأ، في الاسره، كان في بابا بيزعق، بابا عنيف، ماما عنيفه، في حد من الوالدين كان دايما شخص ماسك الخرزانه. الغضب بتاعه اختفي من وش دلوقتي لان الدنيا هتنفجر. فده الشكل اللي هي شافته وكبرت عليه. حتى دايما بسمعها في الجلسات اللي هو ده اللي انا اتعودت عليه، او ده اللي انا شفته، ما شفتش حاجه تانية. فاحنا ما بنجيبوش من بره، مفيش حاجه بنعملها، مفيش حاجه في الدنيا ملهاش سبب. اي حاجه بنعملها هي دايما ليها ريزن. فده الشكل اللي انا عرفته للغضب. ما اتعلمتش اليات اداره الغضب، ما اتعلمتش اصلا ان من حقي ان الغضب ده مسموح.
هتلاقوها كأم بتصرخ في العيال طول النهار، مش عشان بتكرههم، عشان خايفة عليهم. هي دي الناس اللي بتأذي تحت مسمى أنا بأذيك أو بزعق لك عشان أنا خايف عليك. هو الشخص ده خايف جدا على فكرة. ودايما تاني لاير بعد الغضب هي الخوف. فحتى دايما بنتكلم في ده كتير قوي في انجل ميرور، هو انت خايفه من ايه؟ دايما دايما تحت الغضب في خوف. اول ما بنكتشف السبب بتاع الخوف في حاجات كتير جدا بتتفك وبتتحل. ف الشخصية دي كمان حتى لو هي معاها الحق دايما حقها ضايع. يعني ما تلاقوش مثلا شخص اكسبلوسيف ستورم او شخصيه اكسبلوسيف ستورم تعرف تجيب حقها حتى لو معاها الحق. اليوم اللي هتروح تطلب فيه حقها هتعوق، هتلاقوها بتطلبه بشكل غلط فيلبسوها الغلط. فحتى لو انت كان معاكي حق في نقطه بس طريقه تعبيرك كانت غلط، فاحنا هنمسك في طريقه تعبيرك فحقك هيضيع. فدايما بتبقى دي الشكوى الاولانيه اللي هو انا ما بعرفش اجيب حقي، انا دايما حقي ضايع. حتى في حاجات الناس هي اللي غلطانه فيا بس انا برضو اللي لبست الغلط، انا برضو اللي طلعت غلط. الشخصيه دي بتقول اسف كتير جدا لان هي دي بنسايد طول الوقت حاسه انها غلطانه، حاسه انها عامله حاجه غلط. هي مدركه على فكره ان اللي بتعمله ده غلط بس هي ما بتعرفش تفرمل، ما بتعرفش تدوس على الفرامل. يعني كونسبت الفرامل مش موجود. دايما بندرك اللي احنا عملناه بعد ما احنا عملناه. يعني دايما بنروح نعالج السيركمستانسز، لكن ان انا ادرك ان انا غضبانه في لحظتها ده بقى اللي احنا بنتعلمه في انجل ميرور. ازاي ادرك ان انا بغضب وانا جوه الغضب او قبله حتى، مش بعد ما المصيبه تحصل. فساعتها ندرك ان انا ولعت في الدنيا كلها، انفجرت انفجار مدوي فما كنتش عارفه اتصرف ازاي. مشكله التحدي اللي عند الاكسبلوسيف ستورم زي ما قلت لكم هي ممكن ما تكونش شخصيه محبوبه من الجميع، لان هي دايما شايفه الامور من منظورها، من حتتها، من الحته بتاعتها. فما بتكونش كونسيدرت قوي، ما تعرفش قوي تلمس مشاعر الاخرين عامله ازاي او الناس اللي حواليا بيفكروا في ايه. انا دايما ببقى شايفه الحاجات وان انجل، هو ده الصح. وغالبا الشخصيات دي بتبقى ستيك قوي للصح والغلط. يعني دايما هي بتعمل الصح المطلق الغلط، مع ان مفيش صح وغلط مطلق، بس هي دايما مركزه في الصح المطلق. انا لازم امشي على الطريق المستقيم. ما اتعلمتش ان في حاجه اسمها ان انا ممكن اغلط. كونسبت الغلط هنا مش موجود، مع ان اصلا طريقه تعبيرها غلط، بس هي دايما في حياتها ماشيه بالمنظور ده. وزي ما قلت ان الغضب دايما تحتيه خوف، فالشخصيه دي خايفه جدا. هتلاقيها خايفه على عيالها، خايفه الناس تمشي من حياتها. فهي من كتر ما هي خايفه الناس تمشي من حياتها بيطلع منها ردود افعال العكس تماما. عايزه تسيطر على اللي حواليها لان في دماغها السيطره هي الحاجه اللي هتضمن لي ان الناس دي موجوده، ان الحاجه دي موجوده. لما قلت لكم الشخصيه دي صوتها عالي وزعيق واكسبلوجن، هو الزعيق ده في الاساس لانها حاسه من جوه انها مش مسموعه. فانا لازم اعلي صوتي عشان الناس تسمعني. انا لازم رد فعلي يكون مدوي عشان الناس تاخد بالها. حاسه بشيء من عدم الاهميه، انا مش مهمه، انا مش هتسمع، انا مش هتقدر. ودي دايما بتكون اللايرز الخفيه ورا، واللي برضو بنتكلم عنها بالتفصيل في انجر ميرور. فدي تاني نوع. يعني احنا حتى الان اتكلمنا عن السايلنت فولكانو، النوع الهادي خالص اللي ما بيعبرش خالص بس بياخد الغضب على جوه. وتاني نوع هو الاكسبلوسيف ستورم، العاصفه المنفجره اللي بتعبر عن الغضب بتاعها بشكل اكسبلوجن وبشكل مدوي. وزي ما قلت لكم احنا ممكن نكون درجات. يعني لو بتسمعوني دلوقتي بتسمعوني في ريبلاي قولي لي انت لقيتي نفسك في انهي نوع منهم. ممكن تكوني موجوده هنا بدرجه او موجوده هنا بدرجه. ثالث نوع، وده النوع اللي انا بوعد بيه كل الناس اللي بيخشوا انجل ميرور، هو الاسيرتيف شيلد. شيلد عشان الشخصيه دي شخصيه بتعرف تحمي حدودها كويس قوي، بتعرف تحمي ارضها كويس قوي. هي شخصيه assertive يعني ايه؟ يعني شخص حازم، عارف حقوقه وواجباته، عارف اللي ليه واللي عليه، بيقدر يقول لا بثقه. فهي شخصيه واثقه من نفسها جدا. وزي ما اتكلمت في النوع الاولاني السايلنت فولكانو ان هو بيأتراكت شخصيات مستغله، الاسيرتيف شيلد بتأتراكت شخصيات سويه. ليه؟ لان احنا عباره عن طاقه في الاول وفي الاخر، كلنا جزيئات ميه، وده عباره عن انرجي. مش هتخش في الموضوع دوت، بس اقصد ان البني ادم بيطلع منه فايبس. فالشخصيات الاسيرتيف دي تلاقيها منفره جدا للشخصيات اللي ما عندهاش باوندريز، اللي ما عندهاش حدود، وبتقرب منها جدا الناس المدركه يعني ايه حدود، مدركه يعني ايه انا اقدر اقول لا،
الشخصية دي اتعلمت ازاي تتعامل مع مشاعرها صح، الشخصية دي اتعلمت ازاي تغضب. هل معناها انها بتغضب بشكل مدوي او متغضبش خالص؟ لا، هي بتغضب بس اتعلمت ازاي تتعامل مع غضبها ده بشكل صحيح، ازاي تحترمه وازاي تسمع المسجز اللي بتجيلها من الغضب ده عشان تدرك احتياجاتها وتدرك هي عايزة ايه. بتعبر عن نفسها بثقه، بتعبر عن احتياجاتها بثقه، بتعرف تقول لا بثقه، لان في ناس كتير قوي بتخاف من اللا، لان اللا دي معناها اني هفقد مكانتي، هفقد القبول اللي باخده من الناس، هفقد الحب اللي باخده من الناس. هي لا عندها دي معناها حدودي والباوندريز بتاعتي، وانا بحترم. ومش مش بس بتحترم على فكره حدودها، هي كمان بتحترم الاخرين لما يقولوا لا. فهي مدركه ان لا دي مش هتخسرها، مش هتخسرها فلوس، مش هتخسرها علاقات، لا دي هتحطها في المكان الصح. الشخصيه دي دايما هي الشخصيه اللي عندها مي تايم، هي اللي بتقدر تاخد المي تايم، ما تطلعش تشتكي دايما انها مستهلكه او مستنفذه. لا، هي عشان هي شخصيه قادره تكون اسرتيف مع نفسها قبل ما تكون اسرتيف مع اولادها، فهي بتقدر ترتب وقتها ويبقى عندها اللايف ستايل بتاعها. دي الشخصيات اللي احنا بنبص عليهم ونقول هم ازاي عاملين كل ده، ازاي بيعرفوا يعملوا كل ده في نفس الوقت. الشخصيه دي هي بتعرف تعمل كل ده في نفس الوقت عشان هي اتعلمت تطلب المساعده، عشان هي اتعلمت تكون يعني تقول انا عايزه، تقول انا محتاجه، ما بتتكسفش من ده، ما بتحسش ان ده هياخد منها جزء. فبالتالي لما هي بتسمح للناس تساعدها بتقدر تعمل حاجات كتير، بتقدر تعمل الحاجات اللي بتحبها، بتقدر تعيش الحياه بالشكل اللي هي عايزاه، باللايف ستايل اللي هي رسماه، مش باللايف ستايل اللي الناس رسمه لها. في الأمومة تلاقيها شخصية مستمتعة، مش بتشتكي. ده مش معناها إنها مش تعبانة من الأمومة زينا كلنا، بس هي مستمتعة بالحاجة اللي بتعملها. she is enjoying الحاجة اللي بتعملها، لأنها قادرة ببساطة تكون aligned مع اللي جوه. هو دايما المشاكل بتحصل لما احنا ما بنكونش اللي بره عكس اللي جوه، فتلاقوا في ايشوز. لكن طول ما اللي جوه بره، طول ما انا مدركه احتياجاتي، طول ما انا مدركه مشاعري، عارفه اتعامل معاها، هكون شخص واثق في نفسي. الشخصيات دي بتبقى هايلي سكسسفul. اللي زي ما بيقولوا عليهم في المثل اخذ حق صنعه، هي دي الناس اللي اتعلمت الصنعه بقى. زي ما قلت لكم منفره جدا للشخصيات اللي من غير حدود، اللي عايزه الناس طول الوقت، اللي عايزه الامور تمشي بالشكل اللي هي عايزاه بس. وبتقرب منها جدا الشخصيات السويه والشخصيات اللي على نفس الليفل من الاخر، اللي هي الناس اللي هي كمان بتريسبكت فكره الباوندريز. ما بتكونش شخص circumstantial person. يعني ايه circumstantial person؟ يعني شخص الظروف هي اللي بتحركه، فهي مهما حصل في حياتها، يعني مش بقول ان الشخصيات دي حياتها وردي، لا، ممكن تلاقوا حياتها فيها تحديات كتير، ولكن هي دايما هي اللي قادره تعيد، يعني تحرك الدفه للشكل اللي هي محتاجاه واللي هي عايزاه. فما بتعيش على حسب الظروف، هي اللي بتحرك الظروف. it seems الكلام تنميه بشريه شويه، بس ده بيحصل، وعندي من الاكزامبلز الاف بشوفها. هي قادره تعمل ده لان هي ببساطه هي عرفت اللعبه ازاي، هي اتعاملت مع مشاعرها صح، عبرت عنها، عرفت حدودها، عرفت ارضها، عرفت احتياجاتها، عرفت قيمتها، فبقت هابلي ايفر افتر. بعد كده بقت عايشه حياتها بالشكل المظبوط. فده اللي انا بوعدك بيه بنهايه انجر ميرور، واللي هتكوني عليه بنهايه انجر ميرور، سواء كنتي السايلنت فولكينو، سواء كنتي الاكسبلوسيف ستورم. انا اقدر اوعدك انك تقدري تروحي لهناك، لان الموضوع مش كيمياء. الموضوع ببساطه بيبتدي قرار ان الحته دي مش مريحاني، سواء السايلنت فولكينو او الاكسبلوسيف شيء او الاكسبلوسيف ستورم، وعايزه اروح، عايزه اعيش حياتي بالشكل اللي انا عايزاه، عايزه اكون الايند لنفسي، عايزه اعرف اتعامل مع مشاعري، عايزه اكون حتى رول موديل لاولادي. لان مستحيل شخصيه ما بتعرفش تتعامل مع مشاعرها، اللي منها شعور مهم جدا اسمه الغضب، هتطلع اولاد عارفين يديروا غضبهم. مستحيل، انا اقدر دي اي كان جارانتي مستحيل، الا لو الولاد دول كبروا واشتغلوا على نفسهم بقى وزيهيلد وتعافوا، فقدروا بعد كده يتعاملوا معاه صح. لكن البدايه لو الاب او ام فيهم الحته دي، فما اقدرش اوعد ان انا ولادي هيطلعوا يتعاملوا مع مشاعرهم. الموضوع بيبتدي عندي الاول. فلو انا عايزه ده، لو انا عايزه اكون عندي مي تايم، لو انا عايزه اكون بقدر اقول لا، لو عايزه اعبر عن اكسبريس النيز بتاعتي واحتياجاتي بشكل فيه ثقه، عايزه علاقاتي اللي حواليا تبقى علاقات سويه، مش عايزه احس ان انا دايما انا الشخص اللي بيشتغل، انا الشخص اللي بيجوا عليه، احس يبقى الليل بتاعي كله عياط عن اني ما قدرتش اخد رد فعل، عن اني ما قدرتش اوقف شخص مستجد في حياتي. لو انا عايزه كل ده، فاقدر اوعدك بيه في انجر ميرور. الحقيقه زي ما قلت لكم، هو اللايف ده فرصه، والفرصه كده بتيجي للي جاهز لها. فانجر ميرور
2 اللي هيبتدي النهارده في النسخه الثانيه منه. مش كورس الحقيقه، مش ماده علميه، ودايما انا باكد على الحته دي. انا شغلانتي انا بشتغل حاجتين، بشتغل كوتش وبشتغل learning architect او learning experience designer، يعني انا بصمم تجارب تعلم. فانجل ميرور از ان اكسبيرينس، تجربه بنخشها بكل جوارحنا وبنطلع متغيرين فيها على اسبيكتس كتير. فلو فاكره ان احنا بس هنتعامل مع الغضب، الغضب دي اللاير الاولانيه اللي بنكشف تحتيها لايرز كتير واوض ضلمه كتير ما دخلناهاش قبل كده. بتلاقي في انجر ميرور المساحه اللي تفتحي فيها الاوضه الضلمه دي اللي ما جاتلكيش الجرأه تفتحيها في حته تانية قبل كده، اللي كان عيب نتكلم عنها، اللي كان مش من حقي اتكلم عنها. بنتعلم نسمع وبنتعلم نحتفل. مش بنستنى لنهايه انجر ميرور والسيرتيفيكت عشان انزلها عشان اقول اني اتغيرت. احنا كل اسبوع بيكون عندنا احتفال في حاجه بتحصل جوه الكوميونتي بتاع انجل ميرور، عشان احنا بنتعلم ازاي نقدر المايلستونز بتاعتنا كويس جدا. فوحده القياس اللي كانت الفينش لاين، اللي كانت خط النهايه، انا لازم عشان اقول على نفسي حاجه اكون وصلت لنهايتها، كأن في نهايه للحاجات، ودي معلومه خاطئه تماما. بنتعلم ازاي نقدر كل مايلستون صغيره في حياتنا ونحتفل بيها ونقدرها جوه نفسنا، ولما نقدرها جوه نفسنا اللي حوالينا كمان يقدروها. بنعمل ريبروجرامينج لمعتقداتنا. تخيلوا معتقدات عشنا بيها 30 سنه، 35 سنه. انجل ميرور ده كان ممكن يكون وان داي، كان ممكن يكون كام يوم ورا بعض، بس انا اخترت وانا بعمل له ديزايننج ان هو يكون اكسبيرينس طويله لمده 3 شهور. بنقعد 3 شهور مع بعض، 3 شهور مع بعض دول قادرين ان هم يحركوا جواكي حاجات كتير، يخلوكي الحتت اللي كنتي فاكره انها مش بتاعتي، مش حتتي، انا ما اقدرش اكون زي الشخصيه الواثقه من نفسها دي اللي بتقول لا، يخلوكي قادره تشوفي في نفسك انك كيبل، انك تقدري، وبالفعل بتقدري. يعني الناس اللي حضرت انجل ميرور 1 لو بيشوفوا اللايف ده اتمنى ان هم يكتبوا في الكومنتس عن الاكسبيرينس بتاعتهم فيه. زي ما قلت لكم هو مش ماده علميه، هو كولكشن من حاجات كتيره قوي، من ازاي اداره للمشاعر، ازاي اعبر عن كل مشاعري. بنتعلم يعني ايه مشاعر اصلا، يعني ايه نعبر عنها، هنتكلم عن ده النهارده بالتفصيل ان شاء الله في اول سيشن. ازاي ادير غضبي، ازاي يكون معايا تولز براكتيكال وانا جوه الموقف، حتى لو وصلت للانجر اعرف اتعامل، اعرف اصلح. بنتعلم اصلا ازاي ندرك ان احنا غضبانين قبل ما نوصل لمرحله الاكسبلوجن، قبل ما نوصل للمصيبه للكارثه. بنتعلم نلقط ونقفش نفسنا في المراحل اللي قبليها. فبما ان انجر ميرور اكسبيرينس، فانا مهما اتكلمت عليه عمر ما بيحس بيه غير الناس اللي بتدوقه. الاكسبيرينس دايما لازم تتجرب، لازم تتضايق. فذاتس واي انا قررت قرار النهارده ان انجر ميرور 2 في النسخه الثانيه منه، في اول سيشن منه، افتحه لكل الناس اللي عايزه تحضر، لكل الناس اللي عايزه تعرف عن الفلسفي بتاعه انجل ميرور، لكل الناس اللي عايزه تدوق من الاكسبيرينس دي، لكل الناس اللي شافت اللايف ده وحست انها جاهزه وانها عايزه تتحرك من نقطه معينه في حياتها وتتحرك لشكل تاني من الحياه، هي في حره اكتر، هي في واثقه في نفسها اكتر، هي في الايند لمشاعرها ولنفسها اكتر. فانا بدعوكي النهارده تحضري معايا اول سيشن من انجل ميرور 2. هتاخدي الفول اكسبيرينس، هتحضري السيشن كلها. فلو انتي انترستد اكتبي لي في الكومنتس انجل ميرور 2 وهبعت لك اللينك اللي تقدري تحضري من عليه السيشن اونلاين. هتكون الساعه 7:30 بتوقيت القاهره. اشوفكم على خير، وان شاء الله تكون اكسبيرينس مثمره، وان شاء الله اللايف ده كمان يكون مثمر. اكتبي لي اي سؤال عندك في الكومنتس لو عايزه تحضري معانا النهارده، اكتبي انجل ميرور 2 وهبعت لك اللينك. اشوفكم على خير والى اللقاء في لايف اخر.